والتفسير تارة يكون بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والمنافي. تفسير للشيء إذا أردت أن تفسره إما أن تأتي باللفظ وتبين معناه وتقول هذا في الشرع كذا وكذا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا تفسير بماذا؟ بذكر اللفظ ومن درج تحته من معنى. وقد يكون التفسير ببيان المنافي لهذا المدلول، وهذا جاء في الشرع، ففسر التوحيد في الكتاب والسنة بالنوعين، تارة بذكر ما يتعلق باللفظ ومعناه وبيان شروطه وأركانه، وتارة ببيان ضده والنهي عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهى عن ضده، وبضدها تتبين الأشياء. كل منهما يصح أن يقال إنه تفسير للتوحيد، فكل آية أو حديث جاء في ذكر نوع من أنواع الشرك أو النهي عنه فهو تفسير للتوحيد. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، تقول هذا النص بيان للتوحيد. لماذا؟ لأنه يستلزم من جهة المعنى أن يكون الحالف بالله وحده دون ما سواه، وهذا داخل في مفردات التوحيد. تنصيص على ما يناقض ذلك الأصل نقول جاء بدلالة المطابقة أو بالمنطوق النهي عنه، حينئذ نقول بضدها تتبين الأشياء. فهذا الحديث ومثله من الآيات والأحاديث الكثيرة الواردة في النهي عن بعض مفردات الشرك نقول هذا من تفسير التوحيد. حينئذ إذا أردت بيان التوحيد فتنظر في النوعين، هنا النتيجة المهمة. إذا أردت بيان التوحيد وفهم التوحيد على طريقة السلف فتنظر في نوعي النصوص، النصوص الواردة المتعلقة بالألفاظ ومن درج تحتها من معاني، وكذلك النصوص المتعلقة ببيان الضد. ولذلك هنا في الآيات التي ذكرها المصنف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجاء في تمام الآية ما يتعلق بالتوحيد، لكن الجزء الذي أراد هنا رد على المخالفين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية هذا متعلق بالنوع الثاني. إذن نقول التفسير، هذه قاعدة مهمة هنا في قواعد فهم التوحيد، تارة يكون التفسير بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والمنافي، وبضدها تتبين الأشياء، وضدها تتبين، يعني تمام الأشياء تتضح بمعرفة الضد. إذا لم يعرف الضد على وجهه قد يقع فيه ولا يدري ولا يتنبه أنه مخالف لما اعتقده، وهذا كثير شائع بين الناس.